والناس كلهم عيال على عبد الله بن دينار في هذا الحديث. وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وزهير بن حرب قال حدثنا ابن عيينة قال حدثنا يحيى بن ايوب وقتيبة وابن حجر قالوا حدثنا اسماعيل بن جعفر قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا ابي قال حدثنا سفيان بن سعيد قال حدثنا ابن مسنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثنا ابن مسنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا ابن رافع قال حدثنا ابن ابي حديك قال اخبرنا الضحاك يعني بن عثمان كل هؤلاء عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، غير أن الثقفي ليس في حديثه عن عبيد الله إلا البيع ولم يذكر الربا. وبه قال حدثني محمد بن رافع قال حدثني عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني ابن الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه يقول: كتب النبي صلى الله عليه وسلم على كل بطن عقوله ثم كتب أنه لا يحل أن يتوالى إمام ولا رجل مسلم بغير إذنه، ثم أخبرت أنه لعن في صحيفتهم فعل ذلك من فعل ذلك. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني بن عبد الرحمن قال عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تولى قوما بغير إذن مالك فعليه لعنة الله والملائكة لا يقبل منه صرف ولا عدل. وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا حسين بن علي الجعفي عن زائدة عن سليمان عن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تولى قوما بغير إذن مالك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه يوم القيامة عدل ولا صرف. وبه قال حدثني إبراهيم بن دينار قال حدثنا عبد الله بن موسى قال حدثنا شيبان عن الأعمش في هذا الإسناد غير أنه قال: ومن والى غير ماليه بغير إذنهم. وبه قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال: خطبنا علي بن أبي طالب فقال: من زعم أن عندنا من شيء نقرأه إلا كتاب الله عز وجل وهذه صحيفته، قال: وصحيفة معلقة في قراب سيفه فقد كذب فيها اسنان الإبل وأشياء من الجراحات. وفيها قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذين تحرم ما بين عين إلى ثمين، فمن أحدث فيها حدثا أو أبى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، ومن دعا إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. وبه قال حدثنا محمد بن مسنى العنسي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الله بن سعيد وهو ابن ابي قال حدثني اسماعيل بن ابي حكيم عن سعيد بن مردانة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اعتق رقبة مؤمنة اعتق الله بكل يد منها يدا منه من النار. وبه قال حدثنا داوود بن شيخ قال حدثنا الوليد بن مسلم عن محمد بن مطرف بن غسان المدني عن زيد بن اسلم عن علي بن حسين عن سعيد بن مردانة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اعتق رقبة مؤمنة اعتق الله بكل عضو منها عضوا من اعضائه من النار حتى فرده بفرده. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليس عن ابن الهادي عن عمار بن علي بن حسين عن سعيد بن مردانة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم